غدا المستعجلين. اهي دي الوصفة الرئيسية والراعي الرسمي ليهم. لما اكون مش قادرة اقف اعمل غدا او اكون لسه جاية من مشوار ومستعجلة، دي الاكلة اللي بتاخدش معايا 5 دقايق تحضير، وطعمها كمان بيكون لذيذ. تقدميها بقى مع عيش ده لو انت مستعجلة خالص، او مكرونة. لو لسه في طاقة تقفي، معايا نص فرخة مقطعة على 2، يعني عملت 4 قطع. اي بواقي عليها واي مادة لزجة بين الجلد واللحم، وكل ده تحت مية جارية عشان يجدد المية اللي انا بغسل بيها، متبقاش هي مية واحدة ومحطوطة وعمالة اغسل بيها ونفس هي الزفرة موجودة. هصفيها كده. بعدها هبدأ ان انا اعمل محلول نقع. خطوة محلول النقع دي مهمة جدا. هوريكم دلوقتي ازاي المية هتتغير من اللون الصافي لان هي هتمتص الدم وهتمتص الزفارة اللي موجودة في الفراخ. فتخيلوا انكم من غيرها بتاكلوا الفراخ بالزفارة دي وبلون الدم ده. هجيب بولة وانزل فيها بالمية وشرايح ليمون وملح وورق لورا وحبهان، واقلب المكونات دي كلها في بعض، وانزل بالفراخ اللي غسلناها مع بعض، واسيبها حوالي 10 دقايق. وهتشوفوا دلوقتي فرق لون المية. كل ده كان دم جواها. هبدأ ان انا اصفيها واشطفها كويس المحلول اللي احنا نقعنا فيها. هبدأ اجهز الوصفة. معايا جريل او الصينية اللي هتستعمليها، وهرش فيها بالبخاخة زيت. انا مش عايزة المادة الدهنية فيها كتير. تمام، الزيت او المادة الدهنية بتدي لمعة كده بتكون حلوة للاكل، بس برضو هي مش صحية قوي، فهقلل كمية الزيت. بعدها هبدأ انزل بالبصل. انا البصل كنت مقطعاه جوانح، حوالي قطعت في حدود من 3 ل4 بصلات متوسطين الحجم. هنزل بيهم في الجريل وابدأ افردهم كده واسيبهم واقلب. انا مش عايزاها تاخد لون ولا حتى تتحمر عشان ما تمررش معايا. كل اللي عايزاه يدوب تنزل ميتها، ولو هتدبل معايا شوية هحاول تكون دايما ايدي فيها عشان مفيش حاجة تتلسع وتاخد لون. بعدها هبدأ ان انا اركن البصل ده على جنب، وفي نفس الجريل هنزل بالفراخ. انا عايزة الفراخ تاخد لون وتشرب من الطعم والمية اللي نزلت من البصل. هنزلها واسيبها مقلبهاش لحد ما الجلد ياخد لون، واقدر اقلبها براحتي من غير ما الجلد يتقطع مني، لان طبيعي لو هي لسه ما خدتش لون وطريه، اول ما هاجي ان انا اقلبها الجلد هيكون لازق في الطاسه، مجرد ما ان انا اشدها هيتقطع والمنظر مش هيكون لطيف. واحاول ان انا لما اجي اقلبها احاول ان انا اطلعها بالراحه كده. هقلبهم كلهم على الناحيه التانية عشان برضو تاخد لون وتشرب من البصل. بص، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا احركها بالراحه. هسيبها كده تاخد لون وتتحمر، وهكون مقطعه فلفل احمر رومي. تقدري تستبدليه بفلفل اخضر رومي عادي لو مش متوفر. هضيف الفراخ على جنب وانزل بالفلفل. انا محتاجه ينزل ميته برضو. هسيبه كده ينزل ميته، وهبدأ انزل بالتوابل. التوابل بتاعتي هتكون عبارة عن معلقة ملح، ربع معلقة كزبرة، ربع معلقة من الحبهان البودر، ربع معلقة كبيبة صيني، وربع معلقة بصل بودر، ربع معلقة بابريكا، بشرة من جوز الطيب، ورشة بسيطة من القرنفل المطحون. دي التوابل اللي انا ضفتها على الفراخ. ولو بتحب طعم الزعتر في الاكل ممكن ترش رشة بسيطة من الزعتر، هينقل الطعم في حتة تانية. هبدأ كده اقلب المكونات كلها في بعض، الفلفل والفراخ والبصل مع التوابل، عشان كل الأطعمة تتجانس مع بعض. اسيبهم بقى، واكون محضرة كوباية من عصير الطماطم مدوبة فيها معلقة من الصلصة. هنزل بيها على الفراخ، احاول ان انا اوزعها كويس. بعدها هرش رشة من السكر بسيطة كده. انا مش عايزة الطماطم تتسبك معايا، انا عايزاها تغلي فقط، يدوب تغلي. وهكون محضرة الصينية اللي هنزل فيها بالفراخ. هبدأ كده اخد الخضار واضيفه في الصينية، افرش بيه الصينية كلها كده. زي ما انتوا شايفين انا مخليتش الطماطم تتسبك او تتشرب، انا عايزاها بس يدوبك تغلي ويبقى لسه الصوص بتاعها موجود. هنزل بالبصل في الصينية وافرده فيها كلها، وبعدها هبدأ انزل بالفراخ، وهسيب شوية من البصل احطهم على الوش. ولو انت حابة فيها دهون تقدري ترشي برضو بخيتين من الزيت على الوش. وكمان لو انت مستعجلة على سواها جدا تقدري تغطيها بورق زبدة وورق فويل وتدخليها الفرن. لو مش مستعجلة يبقى سيبيها كده عادي. انا مش هضيف اي نوع من انواع المية،
كده كده الطماطم والخضار والفراخ لسه هتنزل ميتها. انا ادخلها الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف اوسط. بصوا شكلها ما شاء الله واللون بتاعها عامل ازاي. الخضار وكل حاجة نزلت ميتها، انا محتاجتش اضيف اي نوع من انواع السوائل، هي الطماطم والخضار قاموا بالواجب. هسيبها لحد ما الفراخ تاخد لون والصوص يتقل خالص معاه والفراخ تشرب المية وتكون دايبة. بعد ما استوت خرجتها. شايفين قد ايه لونها وريحتها تجنن، ما بتاخدش وقت نهائي، سريعة في التحضير كده ومشبعة، وهي وجبة كاملة. محدش يقدر يقول ضحكت علينا في الغدا. هجيب طبق للتقديم وانزل بالفراخ، بعدها هنزل عليها من فوق ببقية البصل وبالصوص، واديها رشة كده من الخضرة وناكل. ممكن تاكلي معاها بطاطس محمرة وعيش ومخلل او مكرونة وجنبها برضه طبق مخلل. شايفين طبق المخلل اللي يجنن ويفتح النفس ده؟ او ممكن مكرونة سريعة كده عشان تبقى الوجبة كملت ونكون عملنا غدا المستعجلين وارتحنا، ولا مواعين كتير ولا وقت ومجهود، ودخلنا المطبخ وخرجنا بوجبة مشهية ولذيذة وما وقفناش فيه كتير. شكلها